السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد من فيديوهاتي، والنهاردة يوم جديد بإذن الله مليان نشاط وحيوية وطاقة إيجابية بعون الله. أنا بعتذر لكم عن المنظر اللي انتوا شايفينه ده، بس بإذن الله هنخليه حاجة تانية خالص. ركزوا في الصورة وركزوا بعد كده في النتيجة النهائية اللي هنوصل لها إن شاء الله. بعتذر لكم جدا، بس كان لازم أعمل كده عشان أوريكم روتيني في تنظيف البوتاجاز بشكل كويس جدا، وما بياخدش معايا مجهود وما بياخدش معايا وقت. بس يلا بينا ان شاء الله، يومكم جميل باذن الله ومليان طاقه وحيويه، نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه باذن الله. بس قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه، كلنا بنعاني من البوتاجاز والمراحل اللي بيوصل لها البوتاجاز زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا هنا في قشور اهي ناشفه زي ما انتم شايفين، ودهون، ويعني حالته مرزيه. بس مهما وصل معاكي بالمرحله دي ما تيأسيش خالص، اعملي اللي هقولك عليه والله العظيم هتلاقي النتيجه هايله جدا جدا جدا. اول حاجه في الروتين بتاعي تنظيف البوتاجاز، اول حاجه هتستخدمي الميه المغليه. هتسخني الكاتل وهتنزلي بالميه المغليه على سطح البوتاجاز علشان يفك معاكي اي ترسبات او اي حاجه موجوده ناشفه، هتفك معاكي بكل سهوله. انا مش هقولك هتجيبي مستحضرات تنظيف غاليه بارقام مهوله علشان تعملي بيها اي حاجه، لا، احنا هنستخدم كل حاجه عاديه جدا في البيت. دي اول حاجه ممكن تعمليها في غسيل البوتاجاز، انك انت الميه المغليه تضيفيها على سطح البوتاجاز. تاني حاجه هتولعي عيون البوتاجاز بالشكل ده، بالشكل ده. انا بولع عيون البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبها بتاع 5 دقايق. ليه بسيبها بتاع 5 دقايق؟ علشان تسخن، فالدهون اللي في العيون نفسها تسيح تنزل تحت، فلما هتنزل تحت هتنزل على الجناب بتاعت العيون دي، الحلقات بتاعتها اللي انتوا شايفينها السودة دي، ولما بتسخن هتسهل عليك عمليه الغسيل. ازاي؟ كل ده هنعرفه مع بعض، بس استنوا معانا خطوه بخطوه. هنسيبه يسخن 5 دقايق، على بال ما يسخن هنشوف هنستخدم ايه كمان معانا. في حاجه مهمه جدا احنا لازم هنستخدمها مع بعض، وهي السلك الناعم. انا بستخدم سلك ناعم، ما بستخدمش شفتوا السلك لما جه على البوتاجاز عامل ازاي؟ شايفين؟ تمام كده. بستخدم السلك الناعم، ما بستخدمش غير السلك الناعم. طب ايه سائل التنظيف اللي هتستخدميه في تنظيف الكميه الكبيره دي من الحاجات دي؟ بصوا الحاجات اللي احنا ضفنا عليها الميه اهي ابتدت تبوش، بصوا ابتدت تبوش اهي اهي، بصوا تطلع معاكي بكل سهوله. يعني انا عايزه اوصل لك مرحله انك انت مش هتستخدمي حاجات كتيره وبمبالغ غاليه. تمام كده. هنبدا مع بعض جزء جزء وعلى مهلنا خالص ومفيش اي مشاكل، هنعمل كل حاجه سوا. تمام كده. اول حاجه هعملها دلوقتي معاكم، هعمل ايه؟ هجيب الحوامل بتاعه البوتاجاز واحطها على بعض كده بالشكل ده علشان تسيح برضو اهي، عشان تسهل عليا، واسيب العيون شغاله زي ما هي بالشكل ده. هتسيح لي برضو الدهون بتاعتي وهتخلي عمليه الغسيل سهله وبسيطه عليا بالشكل ده. تمام. طيب دول بقى لهم 5 دقايق، هوريكم كمان هستخدم ايه تاني في التنظيف. هستخدم اي صابون سائل متوفر عندي، او بريل او فري او اي حاجه متوفره عندك، مش هنحط عليها اي اضافات تانية. يبقى انا هستخدم اي سائل تنظيف. هجيلكم كده بالجنب علشان نشتغل مع بعض. تمام كده. هبدا اشتغل. الستاند كان هيقع. بصوا ثواني هظبطه. ثبت ثبت الستاند. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. هبدا اخد عين من العيون. تمام. هقلب بس الحوامل دي علشان نحطها على الجناب التانية اهو، الناحيه التانية برضو جنب التاني علشان تسهل معايا عمليه الغسيل طبعا بالشكل ده. تمام. هبدا اخد اول عين. انا جبت
صينيه حطيت فيها السلكه، وهحط سائل التنظيف كده علشان اعرف اشتغل معاكم. هجيلكم من الناحيه التانية برضو. ودي خلاص كمان سخنت، هاخد الاتنين مع بعض. تمام. خلي بالك من الخطوه دي علشان العين بتبقى سخنه جدا عليكي. هطلعها بقماشه كده، بصوا ماسكه ازاي. بحاول اشيلها، صعبه انها تطلع لانها ماسكه من الدهون اللي فيها اهي. بصوا هعمل ايه، همسكها بقماشه قديمه عندي كده بالشكل ده. بصوا بدون اي اضافات اهو، بصوا بدون اي اضافات. بصوا اهو، بصوا بلفها مجرد ما سخنت بس، من غير اي سوائل تنظيف غاليه الثمن ولا الكلام ده كله اهي. بصوا مجرد ما سخنت بس اهو. بصوا الجنب ده، بصوا عامل ازاي اهو. اهو بصوا جمال، بصوا الحلاوه. حاجه كده يعني والله العظيم ما هتاخد معاكي وقت ولا هتاخد معاكي مجهود ولا اي حاجه، في ثواني طالما هي سخنه خلاص تشتغلي فيها. مهم ما تنزليهاش في سائل التنظيف على طول اهو. بصوا الروعه. بصوا دي كانت ايه وبقت ايه. تعالوا شوفوا التانيه ايه اهي. ما شاء الله هوريها لكم برضو قبل وبعد. هجيب معلقه برضو طلعنا بيها او سكينه او اي حاجه اهي. بصوا يا بنات معايا، بصوا العين موسخه ازاي، وبصوا النتيجه بعد ما هعمل الحركه اهو. مفيش اي، بصوا اهي قدامكم، انا مروحتش في حته ولا فصلت الفيديو. ماسكاها من تحت من الدايره دي، انا ماسكاها من تحت علشان اعرف اغسلها واتحكم فيها. اي سائل تنظيف وسلكه ناعمه اهو. خلي بالك بس عشان هي سخنه، امسكيها من تحت عشان ما تلسعكيش اهي اهو. بالشكل ده نضف معاكي، هتبقى زي العسل اهو. بصوا اهو، دعكي دعكه حلوه هتنضف معاكي في منتهى السهوله. بصوا الحاجات دي كلها برضه هتتشال اهو. مجرد ما دعكه دعكه حلوه وهي سخنه كله هيتشال. طالما هي سخنه هتقدري تدعكيها وتنضفيها وتخليها زي الفل، هتبقى زي القشطه معاكي اهو. بصوا الجمال، بصوا الروعه اهو. كده هي ايه، دفيت في ايدي عشان اعرف اتمكن منها واغسلها كويس. هتعكي كويس جدا جدا جدا، هتدعك معاكي بكل سهوله. بصوا الحلاوه، شفتوا كانت ايه وبقت ايه، وما ضفتش اي سوائل تنظيف تانية. مش حابه استخدمها يعني. كل اللي انا عملته حاجات عاديه خالص اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. معاكي كويس جدا، تنضف معاكي كل حاجه اهي. بدعكها يعني. بصوا والله العظيم ما ضفت اي حاجه، هو سائل تنظيف ب2 جنيه عادي جدا من اي محل منظفات، هيطلع معاكي وهتبقى زي العسل اهو. بصوا الجمال اهو، بصوا الروعه. هي كانت ايه وبقت ايه. كل مره هتتغسل هتنضف معاكي اكتر من المره اللي قبلها. تمام كده. هبدا دلوقتي اشوف بقيه الحاجه. تمام. هاخد بقيه العيون انا هغسلها عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم برضو، والحوامل، وهنغسل البوتاجاز ده مع بعض. هشيل الحوامل. انا وريتكم دلوقتي العيون بتتعمل فيها ايه. تمام. هبدا انا اغسل بقيه العيون بتاعتي. تمام. وارجع لكم بعد ما اخلصها ونشوف هنعمل ايه كمان. انا اخدت العيون علشان تتنضف. هبدا دلوقتي الميه المغليه عملت مفعولها، هبدا اشيل اهو. بصوا الحاجات اللي كانت ناشفه اهي كلها بتطلع معايا بكل سهوله علشان ابدا اغسل وانضف البوتاجاز بكل سهوله. هشيل الزيادات دي بالشكل ده اهي، بالشكل ده
شيل الحاجات اللي ملهاش لازمه. تمام. هبدا اشيل الميه برضو اللي ملهاش لازمه كده اهو، اللي انا كنت ناقعه بيها البوتاجاز، عشان مش هترغي معايا، مش هتنضف معايا، هتبقى عائق قدامي في الغسيل. هشطف كل الميه دي اللي انتوا شايفينها واشيلها كلها بالشكل ده. اي قماشه قديمه مش عايزاها تاخدي بيها الميه اللي مش حلوه، وفي الاخر تتخلصي منها بالشكل ده. تمام كده. هبدا دلوقتي ادعك البوتاجاز بتاعي برضو بسلكه ناعمه، وسائل التنظيف العادي جدا، اي صابون سائل اي نوع عندك متوفر استخدميه. انا هستخدمه اهو بدون اي اضافات. تمام. مجرد بس ان انا مخففاه بميه مش اكتر. هبدا ادعك بالشكل ده. لو عايزه تحطي حبه ميه تحطي اهي. هتدعكي بمنتهى السهوله، هتنضف معاكي كل حاجه، كل حاجه هتنضف معاكي بمنتهى السهوله. خليكي سريعه في التنظيف علشان البقع ما تستهونش بيكي، او الدهون ما تستهونش بيكي وتطلع معاكي وتخاف منك كده وتطلع معاكي بكل سهوله. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي اضغطي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس علشان يجيلي كل جديد اهو بالشكل ده. اهو هنعمل كده بالشكل ده. اهي بالشكل ده اهو. وتنضفي وتدعكي هتلاقي كل حاجه طلعت معاكي، ومن غير ما تستخدمي اي مواد غاليه، اي مواد بفلوس ما تستخدميهاش. تمام كده. هدعك كده واجيب واشطف الميه بتاعتي. انا خلاص كده دعكته. هبدا اشطفه. تمام. اشطف البوتاجاز بتاعي بكل سهوله، واشيل الميه اللي مش نظيفه وانشفه اهو زي ما انا بوريكم اهو. ادعكي كل حتت فيه بمنتهى السهوله، هتطلع معاكي بمنتهى السهوله برضو اهي. تمام. خلصت كله اهو، مبقاش فيه حاجه مش عايزه تتنضف، كله اتنضف والحمد لله. هنمسحه وانضفه واشطفه، وتعالوا شوفوني وانا بعمل كده كمان. هبدا انشفه تنشيفه حلوه. تمام. بصوا انا حبيت اوريكم جزء من التنظيف علشان اوريكم ان هو نضف معايا بقى زي العسل اهو. الستانلستين بتاعه بيلمع، ما ضفتش اي اضافات. ممكن ارجع امسح السطح بتاعها بحبه خل بس عشان يلمع اكتر، لا اكتر ولا اقل. ولو مش حابه برده مش مشكله. اهم حاجه تستخدمي الميه السخنه تنضفي بيها البوتاجاز، تشيلي الخطوات. التنظيف اهم من التنظيف نفسه، انك انت تشتغلي صح، ده اهم حاجه. تمام. انك انت تشتغلي في الحاجه صح ده اهم من الشغل نفسه بالشكل ده. هبدا اهو نشفته خليته زي العسل زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو بقى زي الفل زي ما انتم شايفين، وبيلمع وبيضوي طيب. اهو بالشكل ده البوتاجاز بتاعنا بقى بيلمع زي الفل. تعالوا اوريكم الشكل النهائي بتاعه بعد ما احط العيون والحمالات الحوامل بتاعته شكله هيبقى ايه. وده شكل البوتاجاز النهائي. اظن انه اختلف تماما عما شفتوه في بدايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وطريقه التنظيف والتنظيف الحلوه اللي انا عملتها تكون عجبتكم. اتمنى منكم مشاهده ممتعه ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا استفدتم ولو فكره من طريقه تنظيفي او تقسيم الشغل والتنظيف
علشان ده شيء يسعدني ويفرحني ان الحاجه اللي انا بعملها تعجبكم. يا رب تكونوا استفدتم، واتمنى انكم تشوفوني على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهتلاقوا حاجات حلوه كتير باذن الله. انتظروني باذن الله، ما تنسوش تضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وباي باي.